طيب، في برضو مقولة بتقولك انا لا، انا بلعب رياضة، فمش المفروض ان انا ما اتخنش، او المفروض ان انا اخس. ده انا ابتديت اشتركت في جيم مثلا، او اشتركت في برنامج رياضي، فده كده ازاي ما اخسش؟ فدي علاقة برضو شائكة جدا، وحتة يعني ناس كتير بتفهمها غلط، ان الرياضة طالما انا ابتديت العب رياضة يبقى لازم اخس، حتى لو انا اكلي زي ما هو او باكل زي ما انا، ما فيش مشكلة يعني طالما ابتديت رياضة. فايه رأيك في في المقولة دي؟ او إيه اللي بيخسس، الرياضة ولا الاكل؟ الاتنين حاجتين أساسيين في حياتنا، ما ينفعش حاجة فيهم تيجي على حساب التانية. يعني في ناس بالنسبة لها أنا أسهل لي أعمل مجهود أكتر بس ما أجيش على أكلي أبدا. وفي ناس تحب لا، أنا أقعد في بيتنا مش عايزة أتعب نفسي فهظبط الأكل. الحقيقة الاتنين ما ينفعش حاجة فيهم نأثر فيها، يعني لازم إن احنا نزود ده شوية ونقلل ده شوية لحد ما نوصل للتوازن اللي يحافظ بعد كده على شكل جسمنا وصحتنا بشكل كويس.